تنطلق بعد حوالي ساعتين مباراة منتخبنا الأولمبي العراقي أمام الأولمبي المغربي ضمن مباريات المجموعة الثانية الجولة الثالثة لمسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية. المباراة ستقام في مدينة نيس الفرنسية على ملعب أليانز ريفيرا. يقود المباراة الحكم البرازيلي أباتي رامون. طبعا راح تكون منقولة على قنوات البي ان سبورت الرياضية وبتعليق محمد بركات. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي العراقي أسود الرافدين في هذه المباراة اللي راح يحاول من خلالها تعويض الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراته السابقة. المنتخب المغربي أيضا راح يدخل المباراة سعيا للفوز بنقاط المباراة الثلاثة وتعويض الخسارة أمام المنتخب الأوكراني. المباراة بصراحة راح تكون قوية، المباراة يعني ما حد يقدر يتوقع نتيجتها، ونتمنى التوفيق. أكيد اللي راح يحصد نقاط المباراة يستاهل أن يكون في الدور ربع النهائي. بالتوفيق للفريقين، وأنا بالنسبة لي أتمنى منتخبنا الأولمبي العراقي يتأهل إن شاء الله ويكون من أحد الفرق المتأهلة إلى الربع النهائي.